بس انت ايه اللي جابك دلوقتي يعني يا عم؟ ايه اللي يوقفك بنفسك؟ ايه اللي وقفني؟ ايه لوكندتي؟ بس يعني مش انت اللي بتقف هنا يعني؟ في الريسبشن يعني. في الايه؟ في الريسبشن. شيبسن بالملح. ايوه. لا ما اصل الواد هدهد الليكعي بعته مشوار يا سيدي لغايه الشرقيه، بقاله ربع ساعه ما جاش لغايه دلوقتي. ربع ساعه وما جاش؟ لا ده احنا لازم نبلغ بقى. لا نستنى عليه يومين. لا بقول لك ايه يا عمي، هقف انا مكانك يعني، ما يصحش برضه. تقف مكاني؟ عشان تجي لي اخر اليوم وتقول لي عايز يوميه ان انا وقفت مكانك وهات جنيه وربع. جنيه وربع؟ مش هقول انا جنيه وربع، لا انا هقف كده لان يعني مالك هو مالي ايه ما اقصدش والله. ايه مالك هو مالي ده؟ مش قصدي مالي هو مالي. أيوة. مالك انت مالك يا ايوه زلة لسان بس. ما تزلش لسانك لحد ياض وخليك حريص وانت بتتكلم معايا وخصوصا في الفلوس. حاضر يا عم. انا قصدي يعني مين اللي هياخد باله من مالك بعد ما تموت قريب ان شاء الله؟ ايه يا دي الملافظ دي؟ يا دي الملافظ ساعة. حاضر. ايه لما تموت قريب دي؟ كلنا هنموت يعني، ما ابويا مات يعني. الله يرحمه. الله يرحمه. الله ابوك ده منصف، كان اكتر اخ انا بحبه. الله يرحمه ما كانش بيعز عليا اي حاجه، يبقى معايا فلوس اروح اقول له هات اديني. وانت معاك ليه تروح تقول له هات؟ اخويا. يا سيدي انت بتقف جنبه وانت بتقول له هات. يلا الله يرحمه. الله يرحمه. والله زعلت عليه زعل ياض، قعدت بتاع يومين اعيط عليه. تحاسب العياط على اخوك؟ يومين قعدت تعيط؟ لا طبعا، بس انا استهلكت بقى مناديل ورق، كنت جايب كيس من ابو ربع جنيه ده اللي بيتحط في الجيب. استهلكت نص كيس. نصه؟ وسايب النص لما اخوك اكرم يموت صح؟ لا استهلكت نص كيس وقعدت امسح بكم بعد كده بقى. يا توفر. يلا ما لازم تعيط، ما انت السبب في موته. انا السبب في موته؟ ازاي ازاي؟ مش الدكتور قال لك الحق اخوك بيضيع مننا وعايزين له كيس دم؟ ما عايز كيس دم لاخويا؟ ايه ده؟ الجمله مش كده، الجمله كيس دم لاخويا. لا ده عايز كيس ده ايوه. ايه ابوك الله يرحمه اساسا كان ارفع منك، لو شقته وعصرته. ايه هو انا ناسا؟ ايه اللي شقته وعصرته؟ ده اخوك، ايه اللي شقته وعصرته؟ ما ينزلش كميه الدم دي، ده هم بيتاجروا. فده يحق لك تعمل اللي عملته. عملت ايه؟ عملت ايه؟ اخوك الجهاز شغال جوه التيتي هيموت خلاص، وانت بره الدم طازه بتبيع كيس الدم بتاعك. ياض ما اللي بيديهم دم بيديله كيسين عصير. كيسين عصير؟ قتلت اخوك عشان علبتين عصير عندي جوه كمان ما شربتهمش؟ يعني قتلت اخوك خدت عصير ذكرى بس؟ ياض هو كان ده عمره، اصل ده عمره. أيوة ما تدخلش ده اعمار، ده بيبقى قبل ما يتولد معروف عمره. ايوه سامسون وانت معروف عمرك. لا ان شاء الله. لا انت هتقتلني عشان مهلبيه كده عصير. يلا يا عمي يلا. الله يرحمه. الله ما عملت له عزا ولا عملت حاجه؟ ياد انا عملت له نعي في الجورنال الاهرام في صفحه 15 صفحه الوفيات بتاعت العائلات. انت عم رمضان عملت نعي لاخوك في الجورنال؟ الله يرحمه. ازاي ده بيحاسبه بالكلمه؟ ما عشان كده. عشان كده ايه؟ عملت له نعي. كتبت فيه ايه؟ كتبت هيه. أيوة. وكنت عايز اكرم بقى ايه عمك التاني ده يشاركني في النعي عشان يكتب دنيا فتبقى ايه دنيا. رفض. لا ثواني بس. بخل. انا مواطن مصري تمام، نزلت اشتريت الاهرام وفتحت صفحه الوفيات 15 وبقرا بقى انتقل الى رحمه الله المهندس كذا، وانتقل الى رحمه الله الاستاذ كذا، وانتقل الى يعني واحد يمسك يقول ده مات وده وده مات. انت بتضحك الناس على اخوك بعد ما مات. الله يرحمه. الله يرحمه. اتنين مش هتفرق. ايه اللي ايه عمي لما اموت ما تكتبليش حاجه. ما طبعا هديك جورنان ابوك. ايوه صح. ما هي ايه دي تمشي على اي حد صح. يقول لك عاش مضحكنا ومات مضحكنا. والله ايه يلا. طيب انا اخش اشوف موضوع الورد ده بقى. خش. عايز حاجه؟ لا عايز سلامتك يا عم. حاسب الكارت وقع اهو. امسك يا عم. تعالى يا سيدي تعالى. شاكرين يا سيدي على الورد. والله ما اقصد. ما تنساش السكر. حاضر يا عم. حاضر. الورد اتعمل مربى يا ليه؟ ايه العم ده؟ اكيد ولا عنده زباين ولا نيله ودفاتر فاضيه هيجيب زباين منين ده؟ تعالى هنا يا ولد يا منصف. تعالى انكل اكرم. ما قلت لك 100 مره ما تقوليش انكل دي.
حاضر يا عم. فكرك هتهرب مني بعد اللي عملته امبارح؟ ايه يا عم؟ انت مش هتبطل يا ولد الحركات القذره دي؟ إيه انت شميت ولا ايه؟ بغض النظر عن الريحه انا متعود عليها خلاص. امال ايه؟ اديك الكلب بتاعي، الكلب الراقي، اقول لك فسحوا وشمموا هوا وفرجوا مناظر حلوه توديك كباريه. هو في مناظر حلوه اكتر من كده؟ والله ده كلب مرزق ونيته سليمه. دي بقى ان شاء الله. اول ما دخل لقى الاغنيه اللي بيحبها شغاله. اغنيه ايه دي؟ هوي هوي هو هوي هو. والله خرب الدنيا راس هويها بهدل الدنيا. انت بتسمع الكلب بتاعي انا الاغاني الرقيقه دي القذره دي؟ قول لنفسك. يا حبيبي انا ما بسمعوش الكلمات دي خالص، انا بسمعه كلمات راقيه، حاجات من زمن الفن الجميل. بجد يا عمي؟ طبعا، فاكرني اسمعه القرف ده؟ يعني بتسمع الكلب ايه مثلا؟ يعني مثلا لسه اول امبارح كنت بسمعه حسن تجلى اثرني خلى قلبي متيم وعقلي فيه سحر فتني خلاني اغني وخلى روحي يا روحي تروح إليه. الله الله. شايف يا ولد بسمع الكلب ايه؟ بقى بتسمع الكلب الحاجات دي وتسمعنا احنا هو يا اخي عملنا معامله الكلاب يا اخي. يعني الكلب اسمه حسن واحنا هواه ليه كده؟ وانت هتقارن نفسك بالكلب بتاعي؟ ده سلاله نادره، انت سلاله قذره. على فكره انت عم، يعني احنا من نفس السلاله يا عم. البطن قلابه. ايوه ماشي. وبعدين بص للكلب شكله عامل ازاي وانت شكلك عامل ازاي. مش الكلب جالك سليم يا عم، ما تكلمنيش بالطريقه دي. جالي سليم يا نصاب يا فلاتي. ليه ايه اللي حصل؟ بقى انا بعت لك الكلب لابس طوق ذهب قد كده ترجعه لي مجروب بحبل غسيل؟ كده انت خدت بالك مع ان دهنته اصفر والله. دهنته اصفر؟ هعمل ايه؟ الكلب بتاعك هو اللي مبذر، هعمل له ايه؟ ليه بقى نقط في الكباريه؟ لا في كلب يقف في كبريه يقول هو يقعد ينقط. لا طبعا. امال عمل ايه يعني؟ لعب بيهم قمار. كلب بيلعب بديله، عنده ديل انا. الكلب بتاعي انا بيلعب قمار؟ لعب بديله، هقول له ايه؟ ما فيش مبرر. طب الفلوس اللي اديتها لك عشان تجيب له اكل وديتها فين؟ ايه ده؟ هو انت كان قصدك اجيب له هو اكل؟ ما انا قلت لك هات اكل للكلب. انا سمعتها هات اكل يا كلب فجبت ليا. اسف. يعني انا هديك انت 500 جنيه وبعدين في كلب بياكل سوشي؟ كلب بياكل سوشي ازاي؟ كان نفسي فيه والله. معلش يا عم، المره الجايه هبقى انا اخد عظمه وادي له حاجه. انا الكلب بتاعي ما بياكلش عظم. امال بياكل ايه؟ لا ولا سوشي برضه. يعني ماشي هجيب له انا. يعني بياكل ستيك حاجات كده، ما ياكلش الاكل اللي انت بتاكله. ايوه ما عم رمضان بياكلنا على طول. باين على وشه وباين على وشك. صح. انا هخلي عم رمضان يجيب لنا انا والكلب. ده عم رمضان ما فطرش من سنه 80. هيجيب لك انت اكل. وطلعت اشاعه على فكره سنه 80 دي قصه مؤلفه، ما فطرش بقى. والله دورنا وراه طلع اصلا وقتها ما كانش فيه الجبنه المثلثات اصلا. طب انت عارف ان الكاميرات اللي في الجرد اللي لقطت عمك رمضان هو بيسرق اكل الكلب؟ ايوه ويا ريته بياكله، ده بيبيعه. ده باع الدم اللي كان لاخوه يا راجل. يلا لا انا عارف القصص دي. المهم روح دلوقتي عشان انا مش فاضي لك، عندي شغل.